السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نادي الزمالك العظيم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كان ماتش مباراة الزمالك وابو قير، تمام، في كاس مصر في دور ال 32. فاز نادي الزمالك 2-0. احرز الاهداف احمد السيد زيزو ومصطفى هبلي، بس بصراحة جون جميل قوي قوي قوي، يعني جون تحفة. يعني اتمنى انه يعتزل كده وهو في احسن مستواه. بدأ النهارده جروس بخطة 4-2-3-1. لعب بمحمد صبحي، قدامه حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد، أحمد فتوح، أحمد محمود، قدامهم نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، قدامهم عبد الله السعيد، على اليمين أحمد السيد زيزو، على الشمال مشلاك، قدامهم ناصر منسي. النهارده الماتش بدأ أول حوالي 20 دقيقة أو أول 19 دقيقة ما كانش فيه أي خطورة ولا حاجة، بس كان الزمالك ماسك كورة. طبعا فريق أبو قير فريق كويس قوي، بس طبعا نادي الزمالك خبرات وكده. بس الماتش كان كويس. في الدقيقة 21 جه فاول وقف عليه زيزو. طبعا مصر يعني كلنا عارفين ان زيزو بيلعبها من ورا الحيطة كده، تمام. بس هو المره دي جدد ولعبها، راحت خبطه في الحيطه وداخله، تمام. بس بقى بعد الجون طبعا الزمالك برضو ماسك كوره. فريق ابو قير هدد مرمى صبحي كده تهديده، بس صبحي بصراحه النهارده كان كويس، تمام. بعدها في الدقيقه حوالي 40 جه ضربه جزاء لنادي الزمالك. طبعا مش من العيب انك تضيع، يعني انت لاعب كبير يا زيزو، تمام. بس هو مش عيب انك تضيع ضربه جزاء، بس هو العيب ان انت تقف على الكوره وتاخدها وتقول انا اللي هشوط. هو انت اللي بتشوط ضربات الجزاء، بس عادي ممكن تسيبها لعبد الله، مع انه ان هو احسن منك الفتره دي، وعبد الله بيشوط ضربات جزاء احسن منك. يعني عبد الله بيشوط ضربات جزاء احسن منك بكتير يا زيزو. الفكره كلها ان انت يا زيزو وقفت على الكوره وقلت ان انت اللي هتشوط. طب تمام ماشي شوط. بعد ما جيت تعمل الفولو، رايح تعمل تراي اجين يعني ولا ايه؟ رايح تاخد ضربه جزاء ثانيه؟ مش فاهمه. المهم يا زيزو نزل شويه من ال 100 مليون، اديك بتضيع ضربات الجزاء اهو والدنيا في اللذيذ، يعني نزل شويه من 100 مليون. المهم ما كانش فيه اي خطوره وكده. بس الشوط الاول خلص. في بدايه الشوط الثاني حصلت تبديله، خرج فتوح ونزل عمر جابر. هي تبديله اكيد اضطراريه، تمام. اكيد فتوح اشتكى من حاجه بين الشوطين او كده، بس عمر جابر يا جماعه ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ عمر جابر يمين شمال نص هجوم دفاع وسط حارس مرمى، ملوش حل. الله اكبر عليه. النهارده كان بيلعب باك شمال، واصلا عمر جابر اساسه باك يمين، لعب النهارده باك شمال. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عمر؟ ما شاء الله يا ابني، حاجه كده جميله قوي. النهارده لعب. طبعا قدامه كان مشلاك، ده بقى ابيض حرفيا، يعني ابيض، هو ابيض. المعنى الحرفي للابيض. لا ده لازم الاعاره بتاعته تتقطع، يعني لازم خلاص كده ما يجددلوش. زي الجزيري ما مشي هو كمان لازم يمشي، لان مشلاك بصراحه زودها قوي. عمر جابر حاول يساعده، بس هو مش جاي منه خالص، ولا جاي منه يمين ولا شمال ولا نص ولا اي حاجه. فلازم مشلاك يمشي. مشلاك وحش جدا، وحش وحش يعني. بس يعني في الدقيقه حوالي 63 نزل مصطفى شلبي مكان مشلاك، ونزل حسام اشرف اللي بصراحه محتاج وقت طويل قوي عشان يتسيستم مع الزمالك مكان ناصر منسي. مع شلبي بصراحه النهارده كان كويس قوي، لعب حوالي 27 دقيقه كده او 28 دقيقه، لعبهم حلوين قوي. اول مره شلبي يلعب كويس، تمام. وانا يعني شلبي بنهزر معاه وكده، وعايزينه يبقى احسن وينج في مصر اكيد. بس يعني انا حاسس مع جروس هيعمل زي اوباما، وهيعمل زي عبد الله جمعه والناس اللي هي كانت مدفونه قوي، والناس جمهور الزمالك يتريق عليها وكده، ومره واحده بتبقى حلوه. فانا شلبي ده الله اعلم، بس يعني حاسس ان هو لاعب يجي منه. شلبي في انبي يا جماعه كان حاجه تانية والله. شلبي في انبي انا كنت بتفرج على شلبي في انبي. شلبي في انبي حاجه تانية. بس هو الله اعلم ايه اللي حصل له في الزمالك، ممكن ضغط جمهور او كده، بس هو في انبي حاجه تانية خالص يعني. بس وفي الدقيقة حوالي 73 كده نزل شيكابالا، تمام، مكان زيزو. ودي تبديلة بصراحة أنا كنت حاببها، لأن زيزو بصراحة زودها خالص. زيزو بياخد الكورة هو اللي هيبصم، هو اللي هيجيب، هو اللي لازم يحتفل، هو اللي لازم يجيب الجون وكده. فكان لازم زيزو يخرج.
نيل شيكابالا بصراحه ما عملش حاجه، ما كانش شيكابالا لحد دلوقتي برده مش عارف يجيب الفورمه بتاعته وكده، فبرده شيكابالا ما عملش حاجه النهارده يعني. بس والماتش طبعا فريق ابو قير بيحاول، بس دفاع الزمالك كان واقف كويس. وصبحي النهارده كان بصراحه رساله لصبحي، يعني صبحي النهارده كان حلو قوي، شال كذا كوره وبيلعب برجله كويس يعني ما شاء الله عليه. ورساله لاستاذ محمود ابو الركب ولا ابو الفخد ولا ابو محمود، معلق المباراه. هو انت يا استاذ محمود حضرتك في اول ماتش بتقول غريبه ان جمهور الزمالك النهارده مش في المدرجات. هو الميعاد الساعه 2:30 ورخم والناس اكيد عندها مدارس وجامعات وامتحانات ثانويه. طب اللي وصل لك المعلومه ما وصلكش ان برضو الماتش الكاس النهارده دور ال 32 على جميع الفرق من غير جمهور. جمهور الزمالك لو الماتش في الهند هيروح. جمهور الزمالك مش جمهور مناسبات، جمهور الزمالك اي ماتش لو ودي وفتحته التذاكر هنروح. انما انت ماتش الكاس ما يعني ما فيهوش جمهور، احضر الماتش ازاي؟ فيا ريت يا استاذ محمود لما تيجي تقول معلومه تبقى يعني واثق من معلومتك شويه، لان انت بصراحه عصبتني قوي النهارده. نخش بقى على التقييمات بتاعت اللعيبه. النهارده محمد صبحي 6/10، تمام، عمل ماتش كويس قوي صبحي. حمزه المسلوسي 5. حمزه المسلوسي النهارده 5 مش بسبب حاجه، بس حمزه راجع من الاصابه برده، لسه عايز يلعب شويه. حسام عبد المجيد اللي ما شاء الله اداؤه ما بيتغيرش 7/10، مش بيتغير. حسام الله اكبر ثابت وبيحلو، يعني ابتدى الله اكبر عليه بقاله فتره ثابت وهيفضل يحلو. واحمد فتوح 6. احمد فتوح لو كمل النهارده كان هياخد مان اوف ذا ماتش، لان النهارده احمد فتوح عمل ماتش كويس قوي. الشوط الاول كان كويس جدا يعني. احمد محمود 5. الولد ده عايز يلعب شويه، بس بصراحه المشكله ان الاساسي اللي عليه عمر جابر، فعمر جابر صعب يقعد. بس احمد محمود كويس بس عايز يلعب لانه محتاج خبره. شحاته اتصالحنا انا وهو اهو عشان جمهور الزمالك ما يزعلش. النهارده شحاته 7/10. دونجا اللي ما شاء الله عليه لما بيركز في الملعب يا جماعه، دونجا فعلا يعني مع الوقت هياخد احسن 6 في مصر بسهوله، لان دونجا لو ركز في الملعب ما شاء الله عليه بقى له كام ماتش الله اكبر على دونجا. 8/10 النهارده. عبد الله السعيد النهارده مش احسن حاجه، 6/10. احمد السيد زيزو 3/10، وده تقييم بصراحه يستحقه، مش عشان ضربه الجزاء، لا خالص، بس هو الفكره ان زيزو، اتفرجوا على اداء زيزو في الملعب هتفهموا ليه 3/10 وكده. زيزو بياخد الكوره ومفيش غيري في الملعب، مع ان بيبقى حواليه كتير، بس انا مش فاهم زيزو غريبه، في حاجه غريبه. مشلاك 1/10 ابيض. ناصر منسي خد 5/10. ناصر كان بيحاول على كل كوره وبيحاول يروح ياخدها بس ما اتاحتلوش الفرصه وكده، فهياخد 5/10. التبديلات بقى اللي نزلت، مصطفى شلبي 8/10. النهارده شلبي كويس قوي 8. حسام اشرف 0. حسام اشرف انا بصراحه محتاجه يطلع اعاره تاني عشان ياخد ثقه تاني ويرجع تاني، لانه بصراحه مش مقتنع بيه خالص لانه طري، تمام. محمود عبد الرازق شيكابالا هياخد 3. بس من وجهه نظري رجل المباراه النهارده دونجا النهارده عمل ماتش كويس قوي. ورساله لدونجا لو استمريت كده انت هتبقى في منتخب مصر الاول والباقي بدل ليك، تمام، لان انت لعيب كويس قوي وبتركز على الكوره وضغطك عالي قوي. فوالله يا دونجا انت لو ركزت في الملعب هتبقى كويس قوي يعني هتضمن مركزك في المنتخب بكل سهوله، تمام. يعني ما شاء الله عليك النهارده كان ماتش كويس. شلبي، رساله لشلبي، الماتش التقييمات اللي فاتت انا يعني جيت عليه شويه وكده، بس هو كان يستحق بصراحه. بس هو النهارده شلبي بصراحه بيعكس كلامي خالص، والنهارده شلبي ما شاء الله عليه كان كويس قوي يعني. اتمنى انه يستمر، وانا متوقع مع جروس شلبي يبقى حاجه ثانيه. شلبي يبقى زي اوباما وعبد الله جمعه نسخه 2019، نسخه الكونفدراليه. شلبي هيجي منه مع جروس. اشوفكم على خير، اتمنى يكون تقييماتي عجبتكم، وسلام.